السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير وبسعادة. النهاردة هنعمل ان شاء الله حلو سهل وسريع بنشتريه بالغالي، بس النهاردة ان شاء الله هنعمله بأقل تكلفة وحاجات كتيرة موجودة في البيت. يعني الدقيق مثلا هنكلفه علبة زبادي، لبن من عندنا، بيكنج باودر، حاجات كده خفيفة واحنا اصلا بنشتريه بالغالي. يعني احنا بنروح يعني السوبر ماركت او المحلات بتجيب الكيس ب5 جنيه، فيه بتاع 3 4 وحدات، يعني ما ياكلوش طفل صغير. فاحنا هنعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه وكمان مش مكلفه وحاجه كده على قد ايدينا. تعالوا اول حاجه هنعملها نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنا جبت بوله. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انا حطيت علبه الزبادي. تمام. المفروض تستخدمي علبتين زبادي، بس احنا النهارده هنستبدل علبه الزبادي بمعلقتين من اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. هو المفروض نستخدم لبن بودر، بس لو مش متاح عندك لبن بودر زي ما انا ما استخدمت كده الحليب. ادي كده معلقة، ادي كده 2، وننزل كمان معلقة كمان، 3 معالق زي ما انتم شايفين. هنقلبهم كده بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. تمام. وهننزل هنا بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر. تمام. ومعايا هنا كوبايه ونص من الدقيق هنستخدمهم كمان. بس نقلب كده وننزل بالدقيق واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركه بسم الله. واحده واحده كده، ما تنزليش بالدقيق كله مره واحده، لا انزلي بيه مثلا على 3 مراحل 4 مراحل، وتقلبي بيه كده العجينه. بسم الله يا بركه بسم الله. انا هضطر ان انا ادخل ايدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هي العجينه معايا بتلزق لان احنا اصلا عايزين العجينه تلزق. بسم الله. طبعا العجينه زي ما انتم شايفين كده بتلزق معايا. انا كده خلصتها عجن. تمام. هلمها كده وهسيبها نص ساعه العجينه ترتاح. طبعا انا هغطيها. غطينا العجينه زي ما انتم شايفين وهنسيبها ترتاح لنص ساعه، وبعد كده هنبتدي نشتغل بيها. دي طبعا البتاع اللي انا هرص عليها، فبدهنها دقيق برضو احتياطي عشان ما تلزقش معايا. تمام. هركنها كده وهجيب هنا المكان هرش دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. عشان طبعا العجينة بتلزق، بحاول ان انا ارش دقيق بما فيه عشان ما تلزقش. بسم الله. وهدهن ايدي دقيق كده وامسك العجينة بعد ما سبتها نص ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. وعملتها مدورة. فطبعا انا عشان حطيت دقيق علشان خاطر هي ما تبقاش معايا تلزق. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة بسم الله. زي ما انتم شايفين كده. حاول ان انا اعملها مدورة، وده يبقى سمكها اللي انتوا شايفينه ده، يبقى كده سمكها حلو، ولا هي رقيقة قوي ولا هي سميكة قوي، اهي بنفس كده. وطبعا عندك بتاعة ال البيتزا، او ما عندكيش عندك سكينة هنستخدم السكينة. انا هنا بستخدم السكينة زي ما انتوا شايفين. وهنقسمها الى 4. بسم الله الرحمن الرحيم، ببركة بسم الله. تمام. وهاجي عند ربع ربع اقسمها بالمقاس اللي انا عايزاه، اللي انا هستخدمه. بسم الله، ببركة بسم الله. انا هعملها
صغيرة مش كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هقسم كله كده زي ما انتوا شايفين كده بالسكينة. كده مقاس واحد. طبعا اهو زي ما انتوا شايفين كده. هيجي هنا عند الربع ده برضو واقسم كده. بسم الله الرحمن الرحيم ببركة بسم الله. طبعا انا هنا حطيت شوكولاتة زي ما انتوا شايفين علشان ممكن تحشيها جبنة، بس احنا بنشتريها من بره بالشوكولاتة. فطبعا على حسب ما انت ممكن تحشيها مربى، الحشو اللي انت عايزاه ممكن تحشيها بيه. تفرديها كده. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة بسم الله كده. وده هيبقى شكلها. اظن كلكم عرفتوا ده كرواسون اهو. هنحطها هنا بتاع اللي احنا حطينا فيها الدقيق. استخدم السكينة زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة بسم الله. اهي طريقة سهلة وبسيطة وما كلفتناش. ممكن تعملي صوص الشوكولاتة في البيت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة بسم الله. هناخد التالتة اهي تتشد معانا لان احنا حطينا كمية دقيق كويسة بحيث ان هي ما تلزقش معانا، لان اساسا المفروض العجينة دي تبقى بتلزق، فاحنا عشان ما تلزقش معانا تبقى ماشية معانا سلسة كده. بصوا شكلها عامل ازاي. معلش انا متأسفة عن منظر ايدي، بس انا لازم اخلي فيها دقيقة عشان اعرف ايه اخلص الكمية. هخلص الكمية وارجع لكم على الطاسة عشان نحط فيها زيت ونبتدي نقلي فيها. طبعا انا جبت هنا طاسه على النار وحطيت فيها زيت زي ما انتم شايفين. واهم حاجه الزيت ما يسخنش قوي عشان اعرف اسخن فيها ما يبقاش يستوي مني قوي. وهاجي هنا بسم الله الرحمن الرحيم هناخد واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركه بسم الله زي ما انتم شايفين. وهننزل بيها كده على الزيت. بسم الله نحطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنوطي النار عليه علشان طبعا هو ملفوف الى لفائف كده لدوريات، فاحنا عايزين تبقى يستوي وياخد سوال كامل. ده طبعا احنا عاملينه الى لفائف فوق بعضها عشان يستوي معانا يا حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة بسم الله زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي انزل كده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تمام. وهدي النار خالص وهسيبه كده لما يبتدي ياخد لون، واقلبه كده واحده واحده واوريكم شكله ان شاء الله لما اطلعه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وده كان شكلها معانا اهو. بسم الله ما شاء الله عليه اهي زي ما انتم شايفين. هننزل عليها بقى. انت عايزه تستخدمي شوكولاته سايبه ماشي، عايزه تستخدمي لها اي نوع تاني ماشي زي ما انتم شايفين كده. انا احب افضل ان انا استخدم لها شوكولاته. احط لهم كده شوكولاته سايحه يبقى من جوه وبره عشان احنا هنستخدمها كمحلاه. وانتي برضو اللي متاح عندك، يعني انتي لو حابه